السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ايه، نخزن البصل. وهي طريقه سهله وبسيطه، ما فيهاش طريقه ولا حاجه. فانت هتعملي ايه؟ هتجيبي سبت زي ده او السبت الخشب اللي هو بتاع الطماطم، اللي احنا من ايه بنشوف الطماطم محطوطه فيه، يا اما ده يا اما بتاع الطماطم. هنعمل ايه بقى؟ سواء السبت ده او السبت التاني. هنجيب ورق الكراريس بتاع ولادنا وايه، وهنفرشه في قلب السبت كده في الارضيه بتاعته اهو، زي كده يا حبايبي. وهتجيبي البصل وهترصيه ايه فيه، بس اوعي 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 تفكري انك تعلقيه، لانك لو علقتيه يبقى انت كده بتخسريه وبيبوظ منك وبترميه كده. عمره ان شاء الله ما هيبوظ ولا ايه ولا هيترمي. تقومي جايبه دايما لما تشتري البصلايه اللي هي ايه، ناشفه وماسكه نفسها. وما تيجي تشتري كمان لازم تضغطي على البصلايه من هنا كده، تضغطي عليها. ساعات بعد احيان بتبقى مش كويسه وبتبقى بايظه، فانت خلي بالك من النقطه دي من هنا بالذات، لان بتحصل كتير. من الناحيه دي بتبقى نظيفه وحلوه، ومن تحت هنا كده بتبقى ايه، طريه وبتبقى بايظه. فانت لما تجيبي بصل تاكدي من كده. وهتعملي ايه يا حبيبتي؟ هتقومي جايبه البصل ورصاه زي كده. ليه احنا حاطين الورق اللي تحت ده؟ عشان البصلايه لو فيها نسبه ميه الورق الكراسه ده ايه، هيشربها وهيحافظ عليها. اهو هتجيبي البصل كده وترصيه، وكل ما تروحي وتنزلي تقومي جايبه. خلي بالك البصل سعره هيعلى، فانت حاولي كل ما تنزلي تجيبي 3 كيلو 2 كيلو وتقومي حاطاهم في قلب السبت، هيبقى عندك كميه كتيره ان شاء الله زي كده. وطبعا انت عارفه ان البصل عمره ما بيبقى ايه، يعني وجوده في البيت بيبقى نعمه، فاحنا نحافظ عليه ونحاول نجيب ايه قبل ما سعره يرتفع عن كده. هو حاليا دلوقتي سعره حلو، فانا سامعه ان هو سعره هيعلى، فحاولي انك تعملي نفس الطريقه دي. وتعملي بقى تشيلي ده فين؟ اوعي تشيليه في المطبخ، او اوعي تشيليه في مكان ما يكونش تهويه. تشيليه في البلكونه في مكان ما بتجيش عليه الشمس. ليه؟ الشمس لو البصل شم الشمس هتبص تلاقيه طري وباظ وهترميه واحده ورا الثانيه. فاحنا عشان نحافظ عليه نعمل بالطريقه دي. وتسيبي السبت متهوي كده زي ما هو، ما تحطيش عليه حاجه في مكان فيه هوا بس، شمس لا، الشمس هتطريه وهتبوظه. واوعي اوعي اوعي تعلقيه برضو نفس الحكايه، الشمس هتبوظه. لازم تحطيه في مكان جيد التهويه. وكده خلصنا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.